أيها المؤمنون عباد الله، النظر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر الطرق والمنافذ الموصلة إليه، فصيانته صيانة للقلب وإضاعته تضييع للقلب. والنظر سهم من سهام الشيطان، فمن أرخى لبصره العنان وأطلق له الزمام وتركه ينظر إلى الإثم والحرام أعطب ذلك قلبه أيما عطب، وأضر به أشد الضرر، لأن أول الفساد نظرة، ثم فكرة، ثم إرادة، ثم عزيمة، ثم وقوع في الفحشاء والمنكر. فما صينت النفوس وتهذب العباد بمثل صيانة البصر وحفظه، فما أعظم زكاء قلب من حفظ بصره. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية. وقد جاء في المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي من أنفسكم 6 أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والأحاديث أيها المؤمنون في هذا الباب متكاثرة. عباد الله، وتتأكد الوصية بغض البصر وحفظه وصيانته، ولا سيما في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الشرور وتنوعت فيه المفاسد وأتت إلى العباد من كل حدب وصوب، ولا سيما من خلال الوسائل الحديثة، القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية، وما يحمله كثير من الناس في جيوبهم وأيديهم من آلات استجلبت لهم الكثير من المناظر المحرمة والصور الآثمة، التي إذا أطلق الإنسان لبصره العنان بالنظر إليها أفسدت قلبه وأهلكته. فما أحوجنا أيها المؤمنون، والأمر كما نرى، أن نذكر بعضنا بفوائد غض البصر وثمار صيانته، وما يترتب على ذلك من آثار عظيمة وثمار مباركة. وفي هذا الباب نقف جميعا على كلام متين وتحرير عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي. حرر تحريرا عظيما وبين بيانا شافيا في فوائد غض البصر وثماره العظيمة وآثاره المباركة. فلنتأمل عباد الله في كلامه بتمعن وتفهم،
فإنه عظيم الفائدة، ونفوسنا تمس حاجتها إلى الوقوف عليه. فمن فوائد غض البصر فيما ذكره رحمه الله، قال أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أمره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية من فوائده أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فما شئت من بدع وضلالات واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. السادسة أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات، واغتدى بالحلال، لم تخطئ له فراسة. وكان شجاعا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على أعماله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد ذلك ما وصف الله به اللوطيين من العمى الذي هو ضد البصيرة في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب. السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه
يفر الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في العصاة. الثامن أنه يسدل على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من النار أودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر، وجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يتأمل في هذه الفوائد العظام، وأن يحرص على صيانة بصره وحفظ عينه ليسلم له قلبه وليسلم له دينه وليسلم من غوائل إطلاق البصر، وهي كثيرة تجر على العبد مصائب كثار وويلات لا حد لها ولا عد. ألا فلنتق الله عز وجل ولنحفظ أبصارنا ولنتق الله سبحانه وتعالى ربنا.